تكمل الأسئلة الغريبة اللي بفكر فيها من الحلقة اللي فاتت. أيوة يا لولو، لسه في أسئلة أكتر وأغرب، وأنا هسأل وأشوف إجابتك الجميلة زي كل مرة. بس أرجوك يا لولو بلاش بس المرة دي هجاوب تقريبا. يلا بينا نكمل الجزء الثاني من الأسئلة لحياة الأم والأطفال، نشوف إجابات لين وأنا كالعادة هنصحح لها. السؤال الأول يا لولو، ليه المطر بينزل من السما؟ يمكن السما بتعيط لما الكواكب تيجي جنبها. لا يا لولو، السما ما بتعيطش. موضوع إن الشمس بتسخن الماء بتاعت الأنهار والبحار، بعد كده الماء بتتبخر وتطلع لفوق للسما وتبدأ تتجمع بالسحاب والسحاب يتقل. لما الجو يبرد يبدأ ينزل المطر، يعني رجع لمكانه. سؤال بقى، السما بتمطر من مين؟ أي جزء فيها؟ من المساحة الفاضية بين الكواكب وبعضها، ولا من الغلاف الجوي؟ الإجابة ببساطة المطر بينزل من جوه الغلاف الجوي، من المساحة اللي بين الكواكب وبعضها. تعالي يا لولو نفهمها خطوة بخطوة وبطريقة سهلة. أولا، إيه هو الغلاف الجوي؟ الغلاف الجوي هو طبقة الهواء اللي بتلف حوالين كوكب الأرض. الطبقة دي فيها غاز الأكسجين والنيتروجين وبخار المية. سمك الغلاف ده كبير جدا، يوصل حوالي 100 كيلو متر تقريبا من سطح الأرض. مفهومة دي يا لولو؟ مفهومة يا حمزة. ثانيا، السحاب دوت فين؟ السحاب اللي في السماء مش بعيد أوي زي ما بنفتكر، موجود في الطبقات السفلية في الغلاف الجوي، تحديدا في طبقة اسمها تروبوسفير. دي الطبقة اللي فيها الطقس والمطر والرعد وكل الظواهر الجوية. دي حاجة كده فاهمة يا جمالة الجمالات؟ فاهمة يا دكتور زوية. درسا بقى المطر بيبدأ ازاي؟ أول حاجة الشمس بتسخن الماء في الأنهار والأبحار، والخطوة التانية المية دي بتتحول لبخار وتطلع لفوق. لما البخار دوت بيبرد بيتحول لسحاب. لما يتملي السحاب دوت نقط المية كتير ديت نزلت على هيئة مصر. أخيرا كل اللي بيحصل أو هوا المية بيحصل جوه الغلاف الجوي لكوكب الأرض. أما المسافة بين الكواكب فهي اسمها الفضاء الخارجي، دوت مفهوم ولا هوا ولا مية ولا مية. فهمت كده يا لولو؟ سبحان الله، ربنا خلق كل حاجة بمقدار معين. وانت يا حمزة شرح جميل جدا. هسألك بقى سؤال. اسأل يا دكتور زوية. قلنا ان الغلاف الجوي عبارة عن شوية غازات. ازاي شوية غازات تقدر تحجز المطر والسحاب متخليهمش يعدوا برا؟ تصدق مفكرتش في كده، سؤال عبقري اوي يا حمزة. ليه بقى؟ عايز نفهم سوا بطريقة سهلة. أول حاجة، الغلاف الجوي عبارة عن شوية غازات زي غاز الأكسجين والنيتروجين وغاز ثاني أكسيد الكربون وبخار المية. لكن الغازات دي مش فاضية، يعني فيها ضغط وكتلة. ممكن تتخيل الغلاف الجوي كأنه بطانية كبيرة من الهواء حوالين كوكب الأرض. دي مفهومة يا لولو؟ أيوة دي مفهومة. تاني حاجة، ليه الماء ما بتعديش الغلاف الجوي؟ ليه بقى؟ اللي بيمنع الماء والبخار والسحاب إن هما يعدوا الغلاف الجوي
هي الجاذبية الأرضية. الجاذبية نفسها هي القوة اللي مخلينا هنا على الأرض، وهي كمان اللي بتشد الهواء والسحاب وكل الغازات اللي حوالين الأرض. فالتالي الهواء والمية والسحاب كلهم بيبقوا جوا الغلاف الجوي، مش بيهربوا برا. مفهوم لحد دلوقتي يا لولو؟ مفهوم يا دكتور دوير. تالت حاجة هذا السحاب طاير وحر. السحاب فعلا شكله طاير، بس في الحقيقة هو موجود في منطقة معينة في الجوي. الهواء حواليه بيوزن وزنه. يعني ايه بقى كل اللي قلته ده؟ يعني لو طلع عامل كده درجة الحرارة تقل، الضغط يقل، السحاب يتكثف أكتر، المطر بدل ما يهرب برا. السؤال هنا بقى، برا الغلاف الجوي في ايه؟ في ايه بقى؟ الضغط صفر تقريبا، مفيش ولا هوا ولا بخار ولا سحاب. فلو نقطة مية وصلت لهناك ايه اللي يحصل لها؟ تتجمد أو تتبخر. عشان كده المطر مش ينفع يطلع برا الغلاف الجوي. من الآخر بقى، من نهاية القصة دي، الغلاف الجوي ما بيمسكش المية بنفسه. جاذبية الأرض هي اللي بتحبس الغلاف الجوي كله حوالين الكوكب. ده اللي بيخلي السحاب والمطر جوه. هنروح بقى للسؤال اللي بعده. ليه لما الطابات بنقعد نعيط؟ عندك أي إجابة عايزة تقولي يا لولو؟ مش حابة أهبط المرة دي، قول انت. بساطة، من غير شرح كتير وتفاصيل كتير. البصل بيطلع غاز صغير لما نقطعه. الغاز لما بيوصل للعين، العين بتدمع لوحدها عشان تحمي نفسها. تمام كده فهمت كده. يلا بينا نروح للسؤال اللي بعده. اللي بعد، ليه السمك ما بيغرقش في المية؟ يمكن كلاس سويمنج. يعني مش أخدين كلاس سباحة ولا حاجة. السمك عنده عضو اسمه كيس الغاز، بيساعده يطفو ما يغرقش، وجسمه خفيف وعلى طبقة تقلل احتكاكه بالمية. يعني السمكة عندها عوامة داخلية. بالظبط كده. نروح للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعد، ليه القطط بتقدر تنط من مكان عالي وما تأذيش؟ أكيد دي بقى باراشوت صغير. لا يا لولو، جسم القطط مرن جدا، ديلها بيساعدها انها توازن نفسها، بينتني في الهواء تقدر تنزل على رجليها. يعني سوبر كات فعلا يعني. ايوه بالظبط كده، سوبر كيت. اللي بعده، هو ليه في ناس شعرها ناعم وفي ناس شعرها كيرلي؟ أكيد عشان كل واحد بيحط نوع شامبو مختلف. انت مش معقولة ليه؟ مفيش حاجة تقولي عليها معرفش، بتقبلي وخلاص. شفت من عندك، حتى لو من قال لا أعلم فقد أفتى. هبدأي حاجة متحرجنيش بقى. خلاص يا ست، بحدد شكل الشعر هو شكل البصيلة. لو البصيلة مفرودة الشعر بيطلع ناعم، لو البصيلة ملتوية الشعر بيطلع كيري ولولو. طب يعني ايه وظايف في الأول؟ يعني المكان اللي بيطلع منه الشعر تحت الجلد. طب يا حمزة قال لك بيخلي البصيلة تبقى مستقيمة أو ملتوية من الأول. مين بيقرر شكلها؟ جامد يا لولو. بصي، لو شكل بصيلة الشعر تتحدد من حاجتين:
أول حاجة الوراثة، يعني شكل بصيلة بابا أو ماما، لأن الوراثة وإن الجينات هي بتورثنا شكل الشعر. تاني حاجة شكل الجلد نفسه حوالين البصيلة. يعني الجلد ممكن يغير شكل الشعر؟ طبعا يا لولو. لو البصيلة نازلة مستقيم جوه الجلد، الشعرية هتطلع نازلة مستقيمة. أو البصيلة مايلة هتطلع الشعر كده. أنا فهمت كده. يلا بينا نروح على السؤال اللي بعده. ليه الكلب بيهز ديله لما يكون فرحان؟ مش عارفة، مش هفتي المرة دي. قولي انت يا حمزة. بيهز بديله عشان يعبر عن مشاعره ما هو فرحان، ولو خايف بيهز ديله ببطء. ده أسلوبه في الكلام. عندها لغة اسمها لغة الديل. تمام، بالظبط كده. بقول كفاية كده أسئلة الحلقة دي. بعد كده خلصنا الجزء التاني من أسئلة الأطفال لحياة الأمهات. لو قلت سؤال جديد وغريب تجاوب عليه الحلقة الجاية. قول يا لولو. نعرف الفرق بين الولد والبنت. السؤال دوت فعلا ما فيش طفل ما سألوش لمامته. نسيبه للحلقة الجاية عشان طويل ومهم جدا. تمام كده، استنونا الحلقة الجاية في سلسلة أسئلة طفلي الحياة الأمهات في قناة اكتشف مع حمزة ولين. قبل ما تقفل ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. باي.